السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تعالوا نستمع لبوسكيتس قائد الفريق. نشكر إكتور ومنفيس وجيري وكل الزملاء الذين كانوا معنا والذين ساعدونا لنفوز في النهاية بهذا اللقب. بالنسبة لي وبالنسبة للطاقم الفني ولكل اللاعبين كان هذا هو لقب مهم جدا بالنسبة لنا، وشكرا جزيلا على دعمكم. أريد أن أشكر الجميع وأشكر الفريق وأشكر الجمهور مرة أخرى. شكرا جزيلا لدعمكم وشكرا لكم، وأنتم فعلتم كل شيء ممكن. وأخيرا أريد أن أرسل برسالة وأقول إلى الأمام برشلونة وإلى الأمام كاتالونيا. والآن سنستمع إلى تشافي هرنانديز. طاب مساءكم جميعا. إذا تذكرتم بعد كأس جامبر تحدثنا وقلنا بأننا سنفعل كل شيء من أجل أن نفوز بهذا اللقب، ولكن أريد أن أتوجه بالشكر أولا للسيد الرئيس ونشكره على الدعم الذي قدمه لنا ولكل الطاقم الفني ولكل اللاعبين. شكرا جزيلا. ومرة أخرى الشكر نوجهه لكل الطاقم الفني ولكل اللاعبين الذين قدموا كل شيء من أجل هذا اللقب. وأخيرا نشكر بوسكيتس أيضا ونشكر الجمهور، هذا الجمهور الذي كان رائعا على مدار هذه الفترة، كل الجمهور الذي حاضر هنا وكل الجمهور الذي يشاهد المباراة من خلف شاشات التلفاز. شكرا جزيلا لكم. إلى الأمام برشلونة وإلى الأمام كاتالونيا. استمعنا إذن لبوسكيتس قائد برشلونة وأيضا لتشافي مدرب الفريق، وعلى أنغام كامبيوني يحتفل لاعبو برشلونة بالتتويج بهذا اللقب. وكنت تتحدث عن قيمة وأهمية الفوز بالدوري بالنسبة لبرشلونة في هذه المرحلة شبه الانتقالية في عمر النادي. لأن اعتقدنا محمد أن بعد رحيل ميسي صعب البرسا أن يرجع بسرعة ويفوز بالدوري، لأن الدوري أصعب شيء بالنسبة للدوري الإسباني هو الدوري، أن فيه أولا طول النفس، لازم عندك إمكانيات كبيرة في الفريق، ولازم عندك دكة احتياط.
رحيل ميسي اعتقد ان البرصا ممكن بعد 3 أو 4 سنوات عنده امكانيه باش يرجع، لكن رجع بسرعه وهذا هام جدا بالنسبه لمستقبل البرصا ولاعبين البرصا. بالنسبه لابورتا قام بعمل كبير، انتدب لاعبين جيدين، بدايه بدا يبني الفريق من الدفاع وهذا مكسب كبير، ولازم كما قلت لك ان تشافي معناتها يبني الفريق على الدفاع القوي والحسين. ماذا؟ لان بالنسبه لي انا لازم مدافع اخر، مدافع ايمن، لان بالنسبه لي انا كوندي واروخو افضل لما يلعبوا في محور الدفاع. الانباء الاخيره جاءت ان كيميتش يريد الانتقال لبرشلونه. ممتاز لو كيميتش. ليفاندوفسكي عنده امكانيات باش يقوم بدور كبير لاعب هذا، لان كيميتش بالنسبه لي انا يقنع بحكم الصداقه والتجربه في بايرن وبحكم اهميه كروسات كيميتش ليفاندوفسكي. ثم كيميتش يدخل في لعب البرصا، لاعب ممتاز فنيا، يلعب نص، يلعب ظهير ايمن، صحيح، لاعب ممتاز فنيا، تمريراته دائما دقيقه، يقوم بعمل كبير في افتكاك الكره، ولازم انتدابات اخرى في الهجوم. ولهذا اعتقد ان لابورتا وتشافي يعرفوا المراكز اللي لازم الدعم في المراكز هذه. ثم نقول البرصا السنه هذه صحيح ما نجحش في دوري الابطال، لكن في الدوري كان افضل فريق. مو سهل انك معناتها تعمل فارق بينك وبين ريال مدريد 14 نقطه. لهذا مكاسب عديده حققها البرصا الموسم هذا. صحيح تذكرت المكاسب كثيرة، واللوحة الموجودة على أرض الملعب مكتوب فيها الليغا والمستقبل لنا، وفي المستقبل قدم تشافي الكثير من الأسماء الصغيرة يستحق أن يتم الاحتفال فيها الآن، وقدم الكثير من اللاعبين الصغار لمستقبل الفريق. مو سهل أنك تفوز بالدوري وعندك 4 و5 لاعبين تحت 20 سنة، لا ننسى لاعبين شباب، والمهم جدا أن جل اللاعبين في الدفاع معناتها لاعبين صغار، بالدي لاعب صغير، كوندي لاعب صغير، كريستنسن عمره 25 سنه، اروخو تقريبا 22 او 23 سنه، عندك جافي، عندك بيدري، عندك لاعبين ممكن تبني عليهم الفريق. ولهذا صحيح رحيل بوسكيتس اللي قدم خدمات كبيره للبرصا، وبالنسبه لي انا بوسكيتس عمل معناتها ثوره كلاعب ارتكاز طوال تقريبا 15 او 16 سنه. رحيل بيكي، ولهنا قوه تشافي، يعني في مدربين صعب انه معناتها يخرجوا بيكي، وصعب ان يضعوا بيكي على دكه الاحتياط، لكن تشافي القوه نتاع تشافي وشخصيه تشافي انا وضع بيكي على دكه الاحتياط، واليوم قلب على دكه الاحتياط، وهذا هام جدا بالنسبه لمستقبل الفريق. تشافي غير طريقه اللعب، يعني البرصا تقريبا منذ قدوم المدربين الروانديين البرصا تقريبا يلعب ب 4-3-3 وزاد دعمه كرويف، لكن اليوم مع تشافي البرصا اصبح يلعب ب 4-2-3-1، يلعب ب 4-4-2، وهذه اعطت نجاحات كبيره وبعد على فلسفه البرصا. لكن هناك نقائص البرصا، لازم لاعبين يرحلوا على البرصا، يفرغوا المكان للاعبين اخرين يستفاد منهم ماديا، ويقوم بانتدابات قيمه، ويقوم بانتدابات قادره باش تعطي اضافه خصوصا في دوري الابطال الموسم القادم. ولهذا برافو للابورتا، برافو لتشافي، برافو للاعبين الكل، مزيج بين لاعبين شباب بين لاعبين كبار، برافو للاعبين اللي معناتها جاوا للبرصا الموسم هذا. اولا كريستنسن قدم موسم رائع اللاعب هذايا، عمره 25 سنه وجاء للبرصا وفاز بالدوري. برافو ليفاندوفسكي خلى له فريق كبير باير وجاء للبرصا. برافو للاعب لعديد اللاعبين اللي كيسيه السنه هذه يعني المنتظر كان اكبر، ما دخلش يلعب البرصا، وممكن لو يبقى موسم اخر، لكن اعتقد ان كيسيه لازم يغادر وينتدب لاعب اخر. رافينيا بالنسبه لي في المباريات الكبيره ما لقيناش كثير، لكن موسم بالنسبه لي جيد لانه لازم يتاقلم اكثر مع لاعب البرصا، وممكن الموسم القادم رافينيا يعطي كثير للبرصا. ديمبلي ان شاء الله الاصابات له، لكن ديمبلي عنده امكانيه باش يعطي اضافه كبيره اللي يلعب بجديه وانضباط كبير. لازم مع ليفاندوفسكي مهاجم اخر. بالنسبه لي انا ليفاندوفسكي وحده صعب على البرصا، لازم مهاجم اخر على ليفاندوفسكي. ممكن تلعب ب 4-4-2، ممكن تضع على دكه الاحتياط، ممكن في بعض الفترات ليفاندوفسكي تضع ليفاندوفسكي على دكه الاحتياط ويعوضوا لاعب اخر، ولاعب جيد مش لاعب باش يبقى على دكه الاحتياط، لاعب جيد. ولهذا هناك نقائص لازم رئيس النادي
والمدرب الموسم القادم يقوم بانتدابات قايمه، ويقوموا بانتدابات اللي عندها امكانيه باش تعطي اضافه كبيره للبرسا في دوري الابطال خصوصا. نعم، شاهدنا قميص ليفا بمنتخب هولندا وبولندا، وشاهدنا يتألق بقميص برشلونة هذا الموسم. يوسف ذكر كابتن طارق كثير من الامور، منها المجموعه الكبيره الشابه التي قدمها برشلونه وتشافي في هذا الموسم، والتي قد يبنى عليها مستقبل مشروع كبير لبرشلونه. بالفعل محمد، لو نتذكر دائما فريق الاحلام، فريق ميسي وانيستا وتشافي، كان بني من الاكاديميه. صحيح. تقريبا نفس الشيء نشاهده مع الحقبه من اللاعبين، مع بيدري، مع جافي، مع كذلك بالدي، مع العديد من اللاعبين الموهوبين، لاعبين صغار السن. دائما قوه البارسا كانت دائما في عمليه اعطاء فرصه اكثر للاعبين الشباب، مع بطبيعه الحال التعاقد مع لاعبين جافي، بالدي لاعبين من جمال، كثير من الاسماء شاهدناها. صحيح. ومع كذلك اعطاء فرصه وتعاقد مع لاعبين مهمين، لاعبين عندهم خبره وتجربه كليفاندوفسكي، كلاعبين خبره. بالتالي شاهدنا قوه فريق البارسا هذا الموسم، كان احد افضل الفرق، مع مدرب كذلك ننسى مدرب لاول مره يمسك فريق برشلونه، لاعب فريق برشلونه السابق، يعرف